هذا التضامن اللي تحدث عنه ما بين اللاعبين صحيح لم يقدموا مباراة كبيرة ولكن كان هناك تلاحم. يعني مبروك للمنتخب المغربي، قدم أداء مشرف. أنا بقول إن المغرب النهارده لعب بالقلب والعقل. القلب وهي الروح اللي ظهرت خاصة بعد الهدف، ومبارك بصفة وهو الدموع كاد أن يبكي، دي تمثل القلب والروح. أيضا العقل في لحظة الهدف، في لحظة رشيد علوي، لحظة هدف، لحظة ابتكار وفرديات خاصة بالنسبة للعيب. هي الهجمة المعتبر القليلة اللي خرجوا بيها بالكرة كويس. هنا شاف حارس المرمى التكنيك بتاعه نفسه، رؤيته لحارس المرمى والتكنيك نفسه ببطن القدم، والدقة ان هي تخرج من ورا من فوق الحارس. اولا بص على الحارس نعم وشاف الزاويه وحطها التكنيك بتاعه. والكل كان يتوقع تمريره في العمق للنصيري ليوسف النصيري. طبعا دي تحسب، لم يتوقع احد ان يسدد. تحسب مهاره لعيب ورؤيته لحارس المرمى. وايضا هذه المباريات هي اللي بيعمل الفرق فيها مهاره لعيب، حلول حل فردي، وده اللي ظهر لمنتخب المغرب. زي ما قلنا اللي كان يعيبه فقط لا غير في الشوط الاول عمليه اخراج الكره من الخلف لوسط الملعب للامام، والتعاون يوسف النصيري ورشيد. هنا مهارته، وانا بقول ده اجمل اهداف البطوله حتى الان. نعم من بين انت قلت انت لاعب كره، انت ادرى صاحب الميدان، اجمل اهداف البطوله. رينار هو الوحيد المدرب في البطوله تغييراته احرزوا هدفين. المباراه السابقه يوسف النصيري، هذه المباراه رشيد علوي. نعم دي نقطه مشتركه هو وكابتن حسن شحاته في دايما البطوله الاخيره. كابتن حسن جده على طول تغييراته كانت يعمل الفارق. هو اعمل الفارق النهارده بتغييراته وبرؤيته. زي ما قلت هو بيعرف يقفل كويس، يعرف يخنق المنافس. هو قادر يخنق النهارده المنافس. تنظيم دفاعي قوي، اعتماد على الهجمات المرتده نوعا ما اللي كانت قليله، واستغلال مهاره لعيب. رينار انا كنت متحمس جدا، لان متحمس جدا واشوف شغله مع منتخب المغرب. نعم هو عمل شغل، اسس فريق، وميزته انه يعرف فريق اخر طبعا. وعنده ميزه اصلا في بطولات افريقيا. نعم اولا فاز بالبطوله مع فريق متوسط، فريق زامبيا. فاز البطوله مع فريق قوي امكانياته كبيره، كوت ديفوار. فعليه النهارده اخرج حامل اللقب. هذا يعطي ثقه للاعبين وايضا ثقه للمدرب. نعم. عليه انه يتحسن نوعا ما في الكره الهجوميه في الادوار القادمه، وعلاج السلبيات وخاصه في خط الدفاع. انما النهارده اقول مبروك، اداء مشرف من حيث الروح، من حيث الانضباط التكتيكي وخاصه في الناحيه الدفاعيه.